الخير. احنا النهارده فتحنا الشيفت، قلبنا اليوم نشتغل بالنهار لان انا شغل بالليل بصراحه مش حاسس فيه بركه. عشان اعمل التارجت اللي انا حاطه لنفسه نزلت بالنهار، بيبقى في شركات وموظفين بقى، وبيبقى في شغل بقى، انتوا فاهمين. ده تاني اوردر. انا فاتح الشيفت الساعه 10، ان شاء الله على 10 بالليل هنكون جبنا ان شاء الله يعني 30 اوردر اللي احنا حاطينه. انا هشتغل لكم النهارده، هشتغل لكم على مدار الاسبوع. يعني الفيديو ده هيبقى متصور على مدار الاسبوع من يوم الاثنين ليوم الحد. هنشوف كده 7 ايام، هنشوف احنا عملنا كام فلوس عامة. عشان لو انت عايز تنزل طلبات اتفرج على الفيديو ده لاخره وانت هتفهم الدنيا. قمت الاوردر من هنا رايح العمارة اللي جنبية. انا بحب شغل الصبح عشان كده. الاوردر ده عليه زيادة 5 جنيه فوق سعره، يعني تقريبا 25. كده عاملين حوالي 60 جنيه في اول ساعة. اول ساعة عاملين 3 اوردرات يعني حوالي 60 جنيه. كمان لسه يعني ده في 40 دقيقة بس. انا بحب شغل الصبح عشان كده بصراحة. كده بقى لنا ساعتين شغالين. لما بتعود على شغل بالليل بيبقى فيه لسعة برد، فكنت بلبس الجاكيت ده على طول. فجيت لبسته النهارده بالنهار، الجو حر بطريقة غير طبيعية. بقى لنا ساعتين شغالين، عاملين 6 اوردرات 114 يعني، ومعانا اوردر هنسلمه دلوقتي. يعني الساعة بمعدل 60 جنيه. لو انت معاك عجلة وعايز تشتغل طلبات الساعة 60 جنيه، ده المعدل الطبيعي. جو حر بطريقة مش طبيعية، مش واحد وشه احمر ازاي. بس اهم حاجة في شغل ده بيعوض يعني. الدنيا زحمة والجو حر، أهم حاجة مادام في شغل بيعوض ده كله. الساعة 1 دلوقتي، بقالنا 3 ساعات شغالين. الساعة 1:10 عاملين 9 اوردرات 183. ده شغل 3 ساعات. حاول تسمع ليلة طلبات من ده الاوردر من كشري تحت. نروح نستلم ونشوف رايح. افضل وقتين تنزل فيهم تشتغل لما يكون الجو حر قوي، لما يكون الجو برد قوي. في ناس بتكسل تنزل وفي ناس ما بتنزلش، فبيبقى العدد اللي شغال قليل فانت تعرف تشتغل. انا بصراحه انا مستلم الباوتش اللي هو بيتلبس في الظهر، بس انا ما بلبسوش عشان ما بعرفش امشي بيه بصراحه. بس لو حد شافني بيبقى فيها مخالفه. ساعات بمشيها معاهم بالحب، لان انا بقالي حوالي 4 سنين شغال هنا، هم عارفيني يعني بيعدوها لي. هي دي زحمه، معرفش ممكن تكون بالنسبه لمناطق تانية كده الدنيا فاضيه والجو هادي. زحمه كده بالنسبه لي زحمه. بالليل بقى بتبقى فاضيه، الشوارع دي فاضيه، بس الشغل بيبقى قليل بالليل. الوصلة بتاع التليفون بتاع الشاحن للأسف ضاعت. أنا لسه شاريها أصلا، شاريها امبارح ب 100 جنيه. حصل خير، بس المشكلة إن أنا تليفوني هيفصل شحن أصلا. أنا هتصرف بقى من أي حد من زمايلي آخد منه وصل. دي لازم تقفل البيت، روح يروح نازل. أنا بقلق من الأسانسيرات دي أصلا، ساعات بتعلق. الاوردر وطالعين، جانا اوردر مطعم اسمه دوار العرب. احنا كده شغالين 7 ساعات ونص، عاملين نوريكم عدد الاوردرات. شغالين 6 ساعات ونص تقريبا، عاملين 16 اوردر 313. ومعانا اوردر يعني فاتح الساعة 10، دلوقتي الساعة 4:30، مش عارف كام ساعة بالظبط. انا بقالي 10 ساعات بالظبط شغال، طالع منهم حوالي مثلا نص ساعة بريك اكلت فيها، كانت على الساعة 2 وشوية كده.
فتعالى اوريكم انا عملت كام. عمل 25 طلب ب 504 شغالين 10 ساعات و10 دقايق. انت لو نزلت هتعمل الارقام دي في البدايه لا، بس لو اشتغلت نفس عدد الساعات هتعمل ارقام قريبه من دي، بس في البدايه لا. ليه؟ عشان هتبقى مثلا لسه ما حفظتش. انا حافظ، ما بمشيش على الابلكيشن خالص، وبروح وباجي بسرعه، ما بياخدش معايا الاوردر. لو استلمته ممكن 5 دقايق اكون موصله، ممكن اعمل 4 في الساعه. بس انت اول ما تنزل جديد تاخد مثلا شهر شهرين على ما تحفظ وكده وتعمل نفس العدد. بص قد ايه شغال طلبات. ناس تقول لك ايه ما تنزلش طلبات. طب والناس اللي شغاله دي كلها حد جابرها على الشغل يعني؟ لو مش كويسه اكيد مش هيشتغلوا عجل ومكن. تليفونين والباور هيفصلوا شحن، فانا هوصل الاوردر ده واخد بريك ربع ساعه، اروح القهوه اشحن الموبايلين والباور، وبعد كده ايه نبدا نكمل شغل تاني. رحت اشحن الموبايل على القهوه، نمت، قعدت نايم بتاع ساعه ونص. صحيت على هدف انتر في برشلونه، لقيت الناس بتقول ايه فقمت مخضوض، ببص لقيت نفسي نايم بقالي ساعه ونص. بس كويس التليفونات شحن. بس انا كان زماني مروح دلوقتي ومخلص. انا كده عملت 28 اوردر، باقي لي اوردرين بالظبط واكملهم 30. ده الاوردر رقم 29، هنكملهم 30 واوريكم انا ال 30 اوردر. انا باتش 2 كمان مش واحد عاملين كام. وهروح عشان ان شاء الله بكره هنزل الساعه 6 الصبح، علشان عندي شغل في المقر بتاع الشركه من الساعه 11 للساعه 1. انا اشتغل لحد 11، بعد كده اروح المقر، وبعد كده اشتغل بعد المقر لحد الساعه ممكن 12 بالليل كمان. وهنكمل التحدي ده لاخر الاسبوع، واوريكم لو انت هتعتمدها شغلانه اساسيه، تعمل مثلا تارجت اوردرات او ساعات، خليها اوردرات احسن، هتصفي كام في الاسبوع. كده اخر اوردر، ده الاوردر رقم 30. عاملين كام بقى؟ شغالين 12 ساعة، عاملين 590. ده الصافي اللي شغالين 12 ساعة 590. طب هي الشغلانة متعبة شوية، بس على الأقل هنا بتتعب بمقابل. يعني زي ما فيها عيوب فيها مميزات، بتتعب بمقابل، بتلاقي مقابل آخر اليوم أو آخر الأسبوع. غير لما تكون شغال عند حد تحكمات بقى، وحد واقف فوق دماغك بيشغلك والمقابل ضعيف. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو. يلا السلام عليكم، اشوفكم في فيديو جديد. اوردر طلع للعميل لقيته بيقول لي دي عشانك، مع اني ما كنتش عايز اروح. انا كان باقي بتاع 5 دقايق على الشيفت. انا ما كنتش عايز اطلع، قلت خلاص بقى اخدها بريك، بس قلت خلاص اطلع الاوردر ده وخلاص. سبحان الله. صباح الخير، تاني يوم في التحدي. دلوقتي الساعة 11، طبعا معرفتش انزل 6، انا نمت الساعة 4. بخلص حاجة تبع الشغل وكده، فمعرفتش اصحى 6 عشان اكمل شغل ل 11 زي ما قلت لكم. بعد كده لحد ما اخلص المقر وارجع اشتغل تاني، فمعرفتش اعمل كده. دلوقتي الساعة 11، انا لسه نازل دلوقتي رايح المقر بتاع الشركة. هقعد هناك لحد 1، بعد كده نرجع نكمل شغل ونكمل التحدي. هنسلم الاوردر دلوقتي، والنهارده احتمال اخر مثلا اقعد ساعتين لحد الساعة 2 ولا حاجة، عشان انا فتحت متأخر، خلصت شغل في الشركة متأخر وفتحت متأخر. بدأت شغل على الساعة 2 45 دقيقة، كانت حاجة زي كده يعني على الساعة 3. بس هنسلم الاوردر دلوقتي. جالنا اوردر ب 38 جنيه من سموزي بارادايس. احنا عاملين 315، ودلوقتي الساعة داخلة على 11 وانا فاتح الساعة 3، الساعة 3 العصر. يعني ده من الساعة 3 العصر لحد الساعة دلوقتي 10:30. الاوردر اللي جالنا دلوقتي ب 38 جنيه. طبعا هو سعر الاوردر الاساسي احنا عشان باتش 2 18، والعميل سايب 20 اكرامية على المحفظة، فسعر الاوردر كله 38. يلا تعالى نشوفه بعيد ولا قريب.
بص الاوردر عامل ازاي وانا مش معايا باوتش اصلا، فامسكه في ايدي كده واسوق بايد واحده لحد ما اوصل للعميل. انا غير صادق لو قلت لك على المميزات، من قبل ما اقول لك العيوب. بس انا اوردر زي ده انا شايف مسافته بعيده شويه، يعني بتعملها حوالي 2 كيلو، ممكن 2 كيلو 100 كمان. دلوقتي الساعة 2 عاملين 25 اوردر، بس انا هروح مش قادر فصلت، مش هقدر اعمل ال 30 النهارده. في شغل بس انا فصلت، انا صاحي من الساعة 8 الصبح. هوريكم دلوقتي ال 25 عاملين قد ايه فلوس. اول ما ننزل، اول ما نسلم الاوردر ده رقم 25 هنسلمه، اوريكم احنا شغالين بقد ايه. ايه رايكم بقى في التيشيرت بتاع طلبات؟ طب والله شياكة ده الاوت فيت بقى، معرفش هيبان ولا لا. عارف عايز اكمل مش عايز اروح. انا هسلم الاوردر ده، لو جالي حاجة هكمل، لو ما جاليش هروح. بسم الله، ما جاليش حاجة. احنا في 3 ايام عاملين 1385، يعني في 1400، شغالين 35 ساعة. لكم النهاردة اشتغلنا بكام؟ عاملين 25 اوردر و10 ساعات، 55، 512. بارك الله فيما رزق. بص، السلام عليكم. ده رابع يوم في الشغل وده تاني اوردر ليا. بص الاوردر في الدور ال17. مصدع دلوقتي تقريبا الساعة 10 شوية النهاردة، بس مصدع صداع مش طبيعي. مش عارف متردد اكمل الشيفت ولا لا. النهارده رابع يوم وانا في التارجت مفيش الا هو يوم عملت 30 اوردر، انما باقي الايام عامل 25 26. ان شاء الله هحاول اظبط الثلاث ايام اللي جايه دول كل يوم 30 عشان فتح النهارده السبت، ما جاليش الا اوردرين، فتح بقالي بتاع ساعه الا ربع، فالجو شكله مريح. كان نازل تحديث للابلكيشن، الشركه قالت لي لازم تحدث الابلكيشن، قلت احدثه يمكن العيب مني ده عشان ما حدثتش وكده. الاجواء والدنيا عامله ازاي. هنا الاشعارات اللي بتيجي من الشركه اهو. بص قال لي انتباه، يعني حدث الابلكيشن، حدثناه ولسه ما جاليش اوردرات. ربنا يرزق. انا بص اهو جالي اوردر اهو، وشكله حلو. مترو مر. انا في كام يوم انا ما يعني امبارح اشتغلت 6 ساعات، عملت 19 اوردر. اول امبارح 6 ساعات، واول 8 ساعات. فبقالي كام يوم عندي صداع نصفي، مش قادر يعني، بنزل اشتغل بالعافية كده. عاملين شغالين 56 ساعة، عاملين 107 اوردرات ب 2044. طبعا لسه باقي السبت والحد. شوف بقى اخر الاسبوع بقى، يعني الاسبوع هيتقفل بكرة الحد، شوف احنا عملنا كام. اشتغلت يومين في الشمس، سمرت ازاي. احنا معانا اوردر دلوقتي هنروح نستلمه من المترو، وتعالوا معايا. النهارده السبت فالدنيا فاضية شوية، النهارده الجو مش حر اوي. بس اشتغلنا يومين في الشمس. اعتقد الصداع ده لما انا مش متعود اشتغل بالنهار، لما انا كنت بشتغل بالليل فقررت ان انا اخلي شغلي بالنهار عشان اظبط يومي بقى ونومي اعتقد الصداع ده من لما لسه ما اتعودتش يعني على شغل النهار. في 10 ازاز ميه و2 ريد. بقى من الساعة 5 دلوقتي الساعة 9، عامل 7 اوردرات. الشغل مريح شوية، بس طبعا ايه
الحمد لله يعني، سواء شغالين او لا لازم نقول الحمد لله. هو النهارده يوم الأحد، المفروض اخر يوم في الاسبوع، بس انا مش عارف هقدر اشتغل النهارده ولا لا. انا من امبارح نايم ساعة واحدة، دلوقتي نازل الشغل في المقر في الشركة، اخلص كام حاجة واخلص على الساعة واحدة، بعد كده عشان كده ارجع البيت انام. انا خلاص كده مش قادر. احنا الاسبوع ده كده اشتغلنا 6 ايام مش 7 ايام، عملنا حوالي 2500، منهم يوم انا عملت حادثة اشتغلت ربع يوم، منهم يوم اللي هو امبارح ده انا كنت مصدع خالص، 10 دكتورات، روحت عشان انام معرفتش انام. المهم يعني في خلال الاسبوع اللي فات يعني كده اشتغلنا حوالي 60 ساعة، 60 على 6 يعني حوالي 10 ساعات في 6 ايام. يعني اشتغلنا 6 ايام بمعدل 10 ساعات، عملنا حوالي 2500 على المحفظة بتاع الابليكيشن، حاجة زي كده. عاملين اهو 2100. امبارح عملنا 6 اوردرات، شغالين 55 ساعة يعني 9 ساعات في اليوم لمدة 6 أيام. النهاردة مش هنشتغل.